السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباريات المتبقية من الأسبوع السابع طبعا كانت لعب 3 مباريات واتكلمنا عنهم. واتلعب امبارح. كانت أول مباراة للاتحاد وزد. المباراة كان الفريقين مركزين أو مذاكرين بعض كويس جدا، وواقفين كويس ومقفلين على بعض، لدرجه ان انا بتفرج الشوط الثاني حسيت ان الفرقتين ما حدش عايز يكسب، مرتضيين بالبونت، وفعلا خرجوا حبايب. وهو شكله ده اسبوع الحبايب، لان فاركو والمقاولين برضو خرجوا حبايب. فاركو تقدم بهدف في الدقيقه 33 عن طريق احمد شريف، ثم تعادل في الدقيقه 64 المقاولين عن طريق عماد موهوب علشان يخرجوا حبايب. وهو ده اسبوع الحبايب زي ما قلنا، علشان طلائع الجيش والجونه حبايب. ال3 مباريات بتوع امبارح الجونه تقدم بهدف لارنو في الدقيقه 42، هدف جميل بصراحه، ثم مباراه سجال حتى الدقيقه 94 اما تعادل محمد فتح الله مدافع الجيش من عرضيه ولا اروع، حطها بدماغه. يبقى اليوم كله حبايب. وكان في النادي الاهلي برضو كان اتعادل مع سموحه، فهو اسبوع التعادلات او اكتر اسبوع حصل فيه تعادلات، متهيألي 4-5 تعادلات، ده لسه في تعادل تاني النهارده. كان في انبي والمصري، مباراه كانت قويه جدا. جناوي تقدم بهدف لاعب المصري، والشوط الاولاني يخلص 1-0، ثم هدف التعادل عن طريق اوفا، ثم ميدو جابر يخلص على انبي في الوقت الضايع من كوره، جمله جميله، كوره ثابته كورنر اتعملت، اتزحلقت لميدو جابر، ميدو جابر قابلها بدماغه علشان يخطفوا ال3 نقاط، ثم تعادل سلبي. طبعا احنا عارفين ان اسوأ حاجه في الكوره التعادل السلبي، مش الايجابي، السلبي. يعني الايجابي بيبقى فيه على الاقل بتشوف اجوان، هو التعادل وحش، بس السلبي اللي سيء جدا. يعني احنا كان عندنا في الاسبوع ده 3 مباريات تعادل سلبي. النادي الاهلي تعادل سلبي، والاتحاد وزد سلبي، والداخليه والبلديه سلبي. اخر مباراه اللي لسه انتهت منذ قليل كان البنك الاهلي مع سيراميكا، ويمكن سيراميكا خطف جول لاحمد ياسر وقدر يامن المباراه ويطلع بال3 نقاط. فوز مهم لسيراميكا، يحطه في مكان كويس في الجدول. وبكده يبقى خلص الاسبوع السابع. دي اخر مباراه، المباراه التاسعه، كده خلص الاسبوع السابع، وان شاء الله نشوف حضراتكم على خير المرات اللي جايه. السلام عليكم.